مش معنى ان انت استاذ اكاديمي كبير او ان انت قيمه كبيره ممكن يبقى عندك الجماهيريه دي. الانتخابات ليها قانون اخر وليها والنقابات كمان ليها كتالوج اخر، لان النقابات وبالذات نقاباتنا فيها ناس مش خريجين، صح. مش دارسين، فانت مطلوب منك تبقى ملم بكل الناس دي. فالمهم انا من السنه دي بقى والمشهد ده ما غابش عني طبعا. ده جوه الحدوته من بدري يعني. من بدري كان في ذهني قوي وقريت. المهم رشحت نفسي لرئيس اتحاد الطلبه. اوكي. والحمد لله قبلت. نجحت. واحكي لك حاجه على عمرو الخياط بقى. اوكي. شاكر يا استاذ عمرو. عادي. هقول حقيقه. ده حقيقه. رشح نفسه ضدي. اوكي. رئيسا لاتحاد الطلبه. تمام؟ اوكي. انت عارف عمرو الخياط؟ ايوه طبعا. تمام. فجه الفرز بقى مثلا 50 صوت، فانا خدت ال 50 صوت. اوف. فالمشرف على الانتخابات مصدق راح له قال له ايه؟ تعالى يا استاذ. قال له ايه؟ قال له وانت ما اديتش نفسك؟ قال له مش مقتنع. اديت الراجل اللي انا مقتنع بيه. ده جامد فشخ. ده مشهد ما نسويش لعمرو. طبعا. فلما جيت بقول له قال لي كنت خايف عليك فخفت حد ينزل ضدك، فقلت انزل انا انا انزل انا حمايه. حركه. عشان كده انا عمري ما انسى مواقف العظيمه معاه. طبعا حركه حلوه جدا. المهم من التاريخ ده بقى بقيت اتحاد طلبه ومش اتحاد طلبه، وبقيت يعني كل سنه رئيس اتحاد طلبه. لغايه ما اتخرجت بقى. اوكي. انا الثلاث سنين دول انت رئيس اتحاد طلبه. قعدت بقى رئيس اتحاد طلبه لغايه ما اتخرجت، وكنت رئيس اتحاد طلبه اكاديميه الفنون كلها. عايز تعرف رشحت نفسي ازاي؟ انا قصدي النقابه. لا انا قصدي قبل النقابه بقى مرحله التمثيل ما انا بقى اشتركت ببرامج الاطفال. اوكي. وانا صغير. وبعدين كان ساكن جنبينا في العماره اللي جنبينا المخرج العظيم استاذ احمد طنطاوي. طبعا. فكنا بقى بنروح نشتغل معاه بقى في مؤسسه محمد رسول الله اوكي. وكل الاعمال الدينيه اللي بيعملها ياخدنا معاه وبتاع اوكي. وكده. ولما دخلت المعهد بقى ده بدات بقى تزود. اتنطط بقى هنا واتنطط هنا واشتغل هنا واشتغل هنا وبعدين اشتغلت مع استاذ سعد اردش مساعد مخرج، قعدت معاه كتير جدا. اوكي. وحتى بعد ما اتخرجت بقيت معيد معاه برضه، يعني قعدت مقترن بيه فتره عظيمه جدا من حياتي ومهمه في حياتي. طب انت مثلا وانت في المعهد كرئيس اتحاد ايه بقى المشاكل اللي انت كنت بتواجهها او كان ايه يعني مثلا غير الرحلات وغير ايه تاني يعني كنت بتعمل، او هل ده اللي بنى لك علاقتك بالناس من بدري؟ بص وانا كنت خدمي. اوكي. يعني لما يكون حد عنده مشكله، حد عنده حاجه، حد عنده بيجيلك بتحرك انا. اوكي. لوحدك حتى من غير ما يطلب. ومش حدودي المعهد. يعني في حد عنده مشكله، زميل لينا والده توفى، والده في المستشفى، زميله لينا عندها مشكله، اجري هنا اجري هنا اجري هنا. فكنت خدمي. اوكي. وبحب اخدم زمايلي. فدي حاجه يعني من الاول ما من الاول ما طب